ملتقاك. ما نريد نقول بعد من معدك بالكرادة. حبيبتي بالكرادة. زين الاخبار. فبصراحه موضوع التفجير ايش ترى كثر عليك؟ انا كتبت هواي قصائد على بس اكو شغله يعني اذتني كلش. الشغله هاي انا يعني انت تدري انا بس الشعراء يعرفوني ومو كل الشعراء. اي يعني قليل. يعني تجيك بنيه تستغرب من انه بنيه تطلع تسمع لك ومصارحه حبيبها قصيده مالتي. القصيده انا ناسيها اصلا. باعتبارك انت ما طالع للناس مثل. خلينا نسولف هم بعد القصيده هاي. هاي بنيه بالفيس دخل لي ولد دز صوره مال بنيه. البنيه رائد جمال، يعني جمال ما يتواعى بوجهه. قلت له شنو؟ قال هاي البنيه تحبك. انا ضحكت. قلت له والمطلوب؟ ظل يكتب. قال له هاي 4 سنوات انا وياها علاقه بالكليه. وصلنا واحد يحاسب الله فهاي بس ما حد قال الله احبك. تمام. قال الى ان جابت لي قصيده طابعتها ومكتوب اسمك جوا حسام كريم. القصيده مال واحد يريد يصارح لله. صارحتها بقصيدتك. جميل. قالوا خطبتها على اساس بالعيد نتزوج. يا عيني. قال فطلعت تتسوق للعرس. فما رجعت. راح بالانفجار ما لاقين الجثه مالتها. هو الولد ثمم علي. الجثه مالتها ماكو، ما لاقينها، رايحه منتهيه بالجسم. فقال مشيها عليك هي تكتب لها. الله. ولا تقرا لي اياها ولا تطب، لا انا اسمعها منك، انا متابعك. ان شاء الله يسمعها هسه هو القصيده. فاني رائد تاذيت يا الله لزم الدخول الها. وما لزم الدخول الا شلت البنيه خليت حبيبتي طالعه للكراده انت بمكان الولد. صرت بمكان الولد. طويت الغرفه البنيه قلت صار الصبح. صار الصبح واشتاقت مرايتها. متعلمه تفتح ريجها بقذله. تعداد سوى الشجر ناقص عصفور. شي ما سمع وجه الصبح ضحكتها. طش الخبر ماتت وقلت لهم لا. تفاحة آدم رجعت الشجرة. الله عليك حسن. الله. دخان غطى السما وقلت لهم جاي تبكوا هذا عيونها وكحلتها. حتى القمر ما بي ملامح عشاك. شي ما شفت مرسومة بي صورتها. رديت منحر واللسن كانها سيوف. وتشاهدت من سولفه وقصتها. قالوا لي اشتريت لك هدوم العيد وساعة على ذوقك بس اجت ساعتها. قالوا لي اشتريت لك هدوم العيد وساعة على ذوقك بس اجت ساعتها. عصفت ولو بصف الرمش ما ينشاف. وشفناها واقوى من اللهب وجنتها. والبي نفس يصرخ بسام الميتين. واسم الله كان واسمك بشفتها. والطول والبي نفس يصرخ بسام الميتين. واسم الله كان واسمك بشفتها. والطول مثل الثلج ذاب ويا النار وما كلف الشيشة عطر جثتها. تشيح أصارع لجت في الدخان. راد الله تصعد للسما جنازتها. ومن وصلت الرب العرش طفى النار. خافا يذكرها بألم حرجتها. سألوني أول مرة ما أندن وين. قلت كنت أعرف بيا شبر من غرفتها. لا من طريق من السما يرد ميتين ولا بيها باب وأقعد بعتبتها. ولا من قبر واضغب وصفني اللي يبكون. اي شي رجت على القاع من ريحتها. قالوا لها مبريه ذبتك ويقول فالشغله ظلت باقيه بذمتها. كل شي اللي يمر لك قسمه ما بين اثنين. ليش المنيه ولا ما قسمتها؟ الله عصام. يعني لازم اوقفك على كل بيت بهالقصيده. الله يسلمك بالبدايه. يعني ممتلئه والمشكله انه هي مو مشكلتك الذاتيه. راعي يا عصام. الحمد لله. ربي يوفقك.